في 4 حاجات بيقولوا لك لو مش موجودين إذن الاعتذار ده غير مخلص ومش هيكون كافي للشخص، وبعد إذنك ما تروحش تعتذرله، لأنه الدراسات لقيت إن هو بجد بيبقى أوحش نفسيا بعد ما أنت بتعتذرله لو أنت هتعتذر اعتذار غير مخلص. أول حاجة الاعتراف بالخطأ، وقال إن دي أهم حاجة، فإن أنت تعترف بالخطأ حتى لو هو من غير قصدك. يعني بحس إنه ذكر كتير قوي إنه والله ما كانتش في نيتي، والله كان من غير قصدي، والله كان بيخلي اللي قدامك يحس طب هو كان من غير خلاص بقى. يعني انت الشخص الطرف اللي هو اتغلط فيه بيبقى حاسس بعد كده ان دي مسؤوليتي، مع الشخص ما كانش قصده بقى يعني خلاص، فكان قصدي او من غير قصدي انا غلطت بس، فول ستوب. كمان تقبل المسؤولية، ان انت تتقبل مسؤولية الضرر ده، ما تقعدش تحاول تقول للشخص اسباب خارجية خلت يكون ده حصل. كمان تالت حاجة التعويض، والتعويض بيكون على حسب قد ايه انت شايف نفسك غلطان، والتعويض برضو اكتر حاجة بتخلي الاشخاص تسامح. ليه؟ لانه يعني في الاخر يا جماعة حتى في الدين وفي العقيدة وكل حاجة لما بنيجي نقول الايمان في القلب، ليه بنقول انه احنا بنستخدم المقولة دي غلط؟ لان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فانا مش بس ان انا اقول اسف، فلما هي تلاقي ان هو بيقول اسف ومش بس بيقول لها طب انتي تحبي اعمل كذا، لا ده هو بيروح يعمله على طول، ومثلا ما حاسه انها ما اتبسطتش ده بيروح يعمل حاجه تانية، مش ده اللي عوضها بيعمل حاجه تالتة وهكذا. فهي تحس هنا لا ده باقي عليا قوي. فطبعا انا بقول لكم غالبا الاشخاص دي هتسامح حتى لو كان الاعتذار متاخر، والاعتذار متاخر معناها ان حضرتك غلطت برضو في الحته دي، فهتحتاج مجهود اكبر من حد مثلا اعتذر بعدها بيومين 3 4 5 وهكذا. رابع حاجه انه انت تقول ان انت مش هتكرر ده بقصدك، لانه طبيعي انه مثلا لتسي الحاجه اللي انا اتخانقت مثلا معاها، يعني اتخانقت مع الشخص عليها هي طبع فيا، فانا بالتالي هقول انه انا هحاول على قدر الامكان واوعدك ان انا مش هعمل ده بقصد تاني. لو في بقى اي تقصير طلع مني اتمنى ان انتي تسامحيني، بس